دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. مساء الفل على الكل، مش الأهلاوية بس، لكن أنا عشان أهلاوي فبقى كلمة أهلاوية دي لازقة في لساني على طول يعني. لكن أنا بحب كل الناس، كل الناس أنا بحبهم، فكل الناس تشترك في القناة حالا وقت يا باشا. يلا بينا سبسكرايب واللايك الجميل. ماتش الأهلي والزمالك اللي واخد ضجة كبيرة جدا، عايزين نشوف إن شاء الله ماتش يليق بالكرة المصرية والكلام المحفوظ المدروس اللي بيتقال قبل أي مباراة قمة. طيب، الأستاذ عمرو أديب، خلينا بس نعلق على اللي هو قاله ده في الأول. الأستاذ عمرو أديب قال لك أنا نفسي أكسب الأهلي نص صفر. يعني إيه نص صفر؟ يعني نص جون صفر، يعني المهم إن إحنا نكسب الأهلي. هو نفسه يكسب الأهلي بس. أمين. وقال لك الأهلي ما بيكسبناش إلا بحاجتين بس. إيه هما بقى الحاجتين؟ الظروف. مش فاهم يعني إيه ظروف. أنا مش فاهم يعني إيه ظروف بصراحة. أول حظ النار. طب الحظ النار ماشي، ممكن يعني إيه حظ، ماشي أنت بتكسبنا حظ، دي مفهومة مفهومة من زمان. اما ايه ظروف دي انا مش فاهمها بصراحه، مش فاهمها، بس ما علينا يعني. بص، بما ان الاهلي يا استاذ عمرو موصل لك الاحساس ده، فانا مبسوط، انا مرتاح، انا كراجل اهلاوي لما احس ان الاهلي موصل لك الاحساس اللي انت بتتكلم بيه ده، فانا ببقى مبسوط ومرتاح جدا. وانت كده بتحافل على نفسك. لا انت كده مش محتاج ان انا اطلع اقول مثلا انت مش بتحفل علينا خالص يعني. انت كده بتحافل على نفسك، لان انت كده معنى الكلام ده ان انت واخد على وشك من الاهلي طول الوقت، طول الوقت. فتمام، انا بيس، انا قشطه، انا مرتاح يعني، انا مبسوط. طيب، كل المؤشرات بتقول ان الزمالك احسن من الاهلي نسبيا فنيا، نسبيا فنيا هي كده احسن من الاهلي نسبيا فنيا الفتره الاخيره. الزمالك اول دوري، الاهلي كان رابع، دلوقتي مش عارف وصل لكام بصراحه بعد الماتشات كلها ما اتلعبت يعني. ولكن الاهلي يكسب ماتش الزمالك، والماتش المتأجل ليه يبقى اول مرتاح وخلاص كده. انتوا عارفين طبعا الاهلي لما بيركب ما بينزلش بسهولة، انتوا عارفين القصة. ف عكس كل الناس بتقوله، انا جاي اقول لك كلام تاني خالص. جاي اقول لك ان الاهلي دوافعه وموقفه افضل من الزمالك. الاهلي موقفه افضل من الزمالك، والاهلي فنيا الفترة الاخيرة افضل من الزمالك. ايه يا احمد اللي انت بتقول ده؟ اسمع بس. الاهلي يكسب ماتش الزمالك والماتش المتأجل ليه ركبت الدوري. ده دافع، ده دافع ودافع مهم جدا. دافع ودافع مهم جدا. يعني انا لما اجي اقول للاعيبتي يا رجاله نكسب الماتش ده والماتش المتأجل، بلاش الماتش المتأجل دلوقتي، اركن الماتش المتأجل على جنب. نكسب الماتش ده يا رجاله وخلاص، واحنا ركبنا الماتش ده اللي هيركبنا. خسرناه احنا خسرنا، خسرناه. احنا لو خسرنا الماتش ده، الاهلي لو خسر الماتش ده مش نهاية الكون، والدوري لسه طويل. ولكن خسرنا بنسبة كبيرة، احنا بعدنا. لان اللي هيخسر الماتش ده سواء اهلي او زمالك، على فكرة الدنيا هتفك بعدها، الدنيا هتفك جامد. فاهمني؟ فاللي هيخسر الماتش ده هيدخل في دوامة مشاكل. واحنا علينا بايه ما نخسرش. فيا رجالة هنكسب الماتش نبقى فوق الاول، نخسر الماتش الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. بس انا كده اديت للعيبه دافع ودافع كبير جدا. اما الزمالك اما الزمالك رجاله احنا احسن فنيا. كويس والله يا كابتن. رجاله احنا اول الدوري يا الحمد لله يا كابتن. رجاله احنا احسن من الاهلي بجد، احنا مرتاحين قوي يا كابتن. رجاله احنا داخلين الماتش ده عشان نكسب، احنا طبعا هنكسب. زي ما قال عمرو الدرديري البارح. رجاله احنا داخلين الماتش ده طبعا هنكسب. بجد والله يا كابتن. يعني لا خطط بقى ولا تاكتكس ولا اي كلام فاضي من ده. احنا طبعا هنكسب. كابتن يا باشا، من غير كابتن احنا طبعا هنكسب. يا سلام على الكلام. ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه الطعامه دي؟ ده يلا بينا بقى، ده يلا بينا بقى. الحاجات دي بتبقى جميله قوي على فكره. الحاجات اللي قبل مباراه القمه دي بتبقى عسل، بتبقى 100 فل و10. تقصد ايه يا ابو حميد؟ اقصد ان موقف الاهلي افضل بكتير ودوافعه افضل بكتير، لان الاهلي كسب الماتش ده ركب الدوري وما بينزلش بعدها بسهولة، وهيفوق وهيدخل
حالة كويسة. آه، الزمالك، كل الكلام ان الزمالك حلو، الزمالك افضل، الزمالك مش عارف ايه. الاهلي طبعا مش كويس، الاهلي ماله، الاهلي شايل طينه، الاهلي. فده كله بيصب في مصلحة الاهلي، لان دوافع الاهلي هنا هتكون اكبر. لما كنت داخل الماتش ده وكل الدنيا بتشكك فيا، كل الدنيا بتشكك فيا، تقول لي انت مش هتقدر، تقول لي هم افضل، تقول لي خصمك ده هيكسبك مستريح قوي. فانا هبقى داخل عندي دافع كبير قوي ان انا اثبت لكل الدنيا لا انتوا بتهروا، انتوا بتقولوا اي كلام. انا الاهلي، انا هعمل، انا هكسب، انا هعدي. انا بقى هوريكم يا اللي بتشككوا فيا ان انا افضل، وان انا النادي الاهلي نادي القرن، آه، ومكان الطبيعي اول الدوري. وهنا رسالة لكل لاعب في النادي الاهلي: انتوا يا رجالة بتاخدوا فلوسكم في التوقيت المظبوط. يعني مفيش فلوس بتأخر عليكم، بتاخدوا فلوسكم في ميعادها. دنيتكم مستقرة جدا، واخدين أرقام ما هياش قليلة، بالعكس، هي أفضل أرقام موجودة في الدوري المصري كله. انتوا النادي الأهلي لعيبة كبيرة جدا جدا جدا. فالمكان اللي انتوا فيه ده مش مكانكم. الترتيب بتاع الدوري اللي انتوا فيه ده مش هو ده ترتيبكم. ترتيبكم المناسب، مش عارف الفيديو عمال يقطع عليه. ترتيبكم المناسب هو المركز الأول.